عارفين ايه الاصعب من الاختيار بين عروستين كويسين جدا او انك تختاري ما بين عريسين كويسين جدا؟ هو لما يكون البيزنس بتاعك بيستهدف اكتر من عميل ومش عارف تختار مين العميل الانسب بالنسبة لك. تعالوا نتخيل كده ان احنا رحنا لبنت وسألناها ايه مواصفات فتى احلامك. اكتبي كل اللي انت نفسك فيه من كل الصفات الاساسية اللي ما ينفعش ابدا فتى احلامك ده ما تكونش فيه. هتبتدي بقى تقول لك ان هو يكون حنين، ان هو يكون بيسمعني، ان هو بيحتويني. طبعا مش هنتكلم على الماديات ولا ان مامته تكون بتحبني ولا الحاجات دي كلها، عشان البنات مش مادية اطلاقا. بس هتبتدي تعمل لستة كده باربع او خمس او ست صفات لازم ولا بد تكون في فتى احلامها او العريس المثالي بالنسبه لها. تخيل بقى لو البنت دي متقدم لها 2 أو 3 أو 4 عرسان، يعني لو ربنا كرمها وفتح عليها، وهي بتحاول تختار بينهم. طبعا البنات في العادي هتصلي استخاره وتقعد تعمل حاجات كده منتال بدماغها، بس تعالى نشوف ممكن تنظم ده ازاي بورقه وقلم. هتبدا مثلا تمسك العريس الاولاني وليكن ألف، وتبتدي تشوف هو العريس ده هياخد كام درجة من 10 في المحدد الأولاني أو في الصفة الأولانية اللي هي لسه كاتباها لما كتبت صفات العريس المثالي بالنسبة لها. فمثلا في إنه يكون حنين هياخد 9 من 10، ولكن في موضوع إنه بيسمعها ده ممكن ياخد 7 من 10، موضوع إن مامته بتحبها ده ممكن ياخد 2 من 10، موضوع إن هو بقى عنده شقة وعربية والحاجات دي كلها ممكن ياخد 6 من 10. هتجمع الحاجات دي مع بعض وتعمل نفس الحركة دي مع العرسان التانيين عشان تشوف مين فيهم اكتر عريس واخد سكور. هنا طبعا هيطلع حد يوقفني ويقول لي لا بس انت اغفلت نقطة مهمة جدا، هي الوزن بتاع كل نقطة. يعني مثلا انا ممكن اعدي فكرة ان هو يعني ما عندوش شقة تمليك، بس مش هينفع ابدا اعدي فكرة ان هو مش هيسكنني جنب مامتي. مثلا ممكن اعدي فكرة ان هو ما يبقاش حنين، بس عمري ابدا ما هعدي فكرة انه يكون بخيل، وهكذا. وهنا بيظهر المفهوم بتاع الويتد افريج او الوزن النسبي بتاع كل صفة من دول. طيب هنعيد كده تاني البصة على العرسان دي ونشوف الوزن النسبي بتاع كل بند من دول، ونعمل حسبة كده نطلع منها مين هو العريس المثالي طبقا لمواصفات البنت دي او الشخص ده. طيب ايه علاقة بقى كل الكلام ده بالبيزنس؟ حضرتك بسرعة جدا شيل العروسة وحط نفسك كصاحب بيزنس او صاحب فكرة مشروع، ونشيل العرسان المتقدمين ونحط مكانهم العملاء المحتملين. فلو انت او انتي مشروعك ينفع لاكتر من بيرسونا، وراجعوا حلقة البيرسونا اتكلمنا يعني ايه بيرسونا او يعني ايه فئة مستهدفة وعميل مستهدف. لو المشروع بتاعك ينفع لاكتر من بيرسونا او فعليا بيبيع لاكتر من بيرسونا مختلفة، وانت عايز تحدد انهي بيرسونا منهم اللي تركز معاه قوي او اللي تديله عروض اكتر، ومين البيرسونا اللي بيحرق معاك جاز او اللي هو بيستهلك منك اكتر ومش مجدي تماما بالنسبه لك كبزنس، ندخل هنا على مفهوم جديد في البيزنس بنسميه سبيكترم بروفايلنج. سبيكترم بروفايلنج او ازاي بتختار العميل المثالي بالنسبه لك. بنفس الخطوات اللي فاتت اللي احنا عملناها لما كان في ناس متقدمه للعروسه، هتبدا تكتب ايه هي مواصفات العميل المثالي للمنتج او الخدمه بتاعتك. يعني مثلا يكون رينج سنه من كذا لكذا، مثلا يكون بيشتري في الغالب بالكريدت كارد او بالديبت كارد مش بالكاش، مثلا انه يكون شغلانته حكوميه، مثلا انه يكون عنده اطفال. هتبتدي تحدد الحاجات دي، المحددات دي اللي محدش يعرفها قدك من تجاربك ومن خبراتك في البيزنس، وتدي وزن لكل نقطة من دول، وتبدأ تشوف مين العملاء المحتملين بالنسبة لك اللي ما ينفعش أبدا تشتغل عليهم كلهم مع بعض، بالذات لو لسه بتبدأ بيزنس. فتبدأ تدي درجات لكل بيرسونا منهم على المقياس ده، وتجمع وتشوف مين العميل أو البيرسونا اللي واخدة أعلى تقييم أو أعلى درجات. ومن هنا بتبدأ تشوف العميل ده إزاي تخدمه أكتر، لأن هو ده كده يعتبر العميل المثالي بالنسبة لك. والعملاء التانيين اللي واخدين درجات أقل إزاي تستبدلهم او ازاي حتى تقدم لهم خدمات تانية تناسب احتياجاتهم اكتر من الخدمة اللي انت لسه مقيمهم عليها. اتمنى نكون بسطنا في الفيديو ده مفهوم السبيكترم بروفايلنج واللي مش ناس كتير جدا تعرفه. وكالعادة مش هنطلب منك تعمل لايك وسبسكرايب، لكن هنطلب منك تعمل شير او انك تفرج زمايلك او صحابك او حد من اهلك على الفيديو ده لو انت شايف ان هو فعلا هيفيده او هيفيد البيزنس بتاعه. وحاجة كمان ما تنساش تفعل جرس التنبيهات عشان يوصل لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول.
الا لو حضرتك كنت قوي الذاكره وفاكر الميعاد بتاع الفيديو بتاعنا كل اسبوع، ساعتها هنقول لك بس تابعنا كل يوم 2 الساعه 10 ان شاء الله، ونشوفك على خير في الفيديو اللي جاي من علاقات ولا بيزنس.